لو ما شفتش الشرح اللي فات الخاص بمنصه باي تريدنج وازاي كسبنا $25 وسحبناهم على المحفظه الخاصه بينا، انا جاي في فيديو النهارده اعرفك شويه حاجات هامه، والاهم من كده بعد ما نتداول على المنصه هنبتدي نسحب الفلوس الخاصه بينا مره تانية. وفي نهايه الفيديو هنشوف مين اللي كسب معانا من الفيديو اللي فات. فعشان ما اطولش عليك يا عزيزي، انا محمد ودي قناتكم مدرسه اشباح النت. قبل ما نبدا كالعاده ما تنساش تحط لايك في الفيديو دوت، ولو حضرتك جديد معانا ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه وتفعل الجرس بقول كل اشعارات عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا في سرد الحكايه. في الشرح اللي فات يا عزيزي عرفنا ازاي بنسجل في المنصه وبننشئ الحساب الخاص بينا، وكمان اتداولنا على المنصه وكسبنا $25 وسحبناهم على المحفظه الخاصه بينا. في فيديو النهارده جايب لك شويه حاجات هامه، فاعرني كل انتباهك، انصت جيدا. بعد كده يا عزيزي ده الحساب اللي احنا نشأناه مع بعض الفيديو اللي فات. بعد كده اول حاجه عندنا هنا الآلة الحاسبة. بس قبل ما نروح للآلة الحاسبة تعال نغير اللغه بتاعتنا كده للغه العربيه عشان نفصل شويه حاجات مهمه كده في المنصه هتساعدك جدا ان انت تكسب فلوس. فكل علينا من تحت من هنا هنضغط على كلمه ماين بالشكل دوت. بعد كده هنغير اللغه زي ما اتكلمنا، عندك اللانجوج هنا هندوس عليها، بعد كده ندوس على اللغه العربيه بالشكل دوت، فتحولت معانا اللغه الخاصه بينا للغه العربيه. بعد كده نرجع للرئيسيه مره ثانيه، وعندنا هنا الحاسبه والآلة الحاسبه الخاصه بينا. في الفيديو اللي فات هنا كنت اخطات خطا لان انا قلت لك ما بينفعش غير $1000 هي اللي موجوده، بس لا طبعا عندك نوعين، البيتكوين والايثيريوم. خلينا نرجع كده، عندك البيتكوين اللي هو ايه؟ اللي هو بيتكوين 28، اللي هو التداول على سعر عمله البيتكوين مقارنه بعمله اليو اس دي تي اللي هي عمله الدولار اللي هي ظاهره قدامك دي. انما الايثيريوم عندك اللي هو التداول على الالوان او سعر عمله الايثيريوم ومقارنه بعمله الدولار اللي هي يو اس دي تي برضه بالشكل دوت. خلينا نرجع للرئيسيه مره ثانيه بالشكل دوت. بعد كده عايزين نرجع للاله الحاسبه، وخلينا هنا مثلا انا هبتدي اتداول ب $5 مثلا. فكل علي ان انا هاجي هنا في المبلغ هبتدي اكتب $5 واتاكد بقى انا هروح اتداول فين، على البيتكوين ولا على الايثيريوم. طيب يا محمد السؤال المهم، هقول لك قول يا عزيزي، هتقول لي دلوقتي ايه الفرق بقى ان انا بستخدم الاله الحاسبه؟ هقول لك سؤال مهم جدا خليني اجاوبك عليه. انت بتستخدم الاله الحاسبه لان انت بتبتدي تتداول على 8 مراحل. دلوقتي مثلا انا خسرت في المرحله الاولى والثانيه لحد ما بوصل الثامنه، هنا المنصه بتقرر ان هي تديك المبلغ اللي انت خسرته كامل. يعني انا دلوقتي مثلا ضفت $5 في المنصه، بعد كده رحت على الاله الحاسبه دي وابتديت اتداولت على المبلغ اللي هم مدينهولي، وخصوصا بقى ان المبالغ دي بتختلف لحد ما بتوصل لاخر $5 اللي معاك. دلوقتي انا خسرت $5، كل عليك ان انت بتتواصل مع الدعم الخاص بالمنصه بيرجع لحسابك مره ثانيه $5 وهكذا. كل ما بتخسر في الثمان مراحل بتبتدي المنصه تعوضك. لو كسبت مبروك عليك، انت كده كسبت وتبتدي تسحب الفلوس الخاصه بيك، محدش ليه عندك حاجه. اعتقد دي حاجه كويسه جدا في المنصه. ده اول هم معانا. فخلينا هنا نرجع بالشكل دوت. انا خلاص مثلا هتداول على الايثيريوم او على البيتكوين ايا يكن، هكتب المبلغ الخاص بيا هنا بالشكل دوت، واتاكد ان الخطوات هنا اللي هي 8 خطوات، لا تختار لي 7 ولا تختار لي 9 ولا تختار لي 10 مراحل، انا بقول لك اختار 8. بعد كده هنا الرقم بالشكل دوت متحدد على 2.5، سيبه على 2.5 زي ما هو بالشكل دوت. هنا بقول لك بقى رقم الفتره ومبلغ التداول وصافي الرصيد. هنا بقول لك اول حاجه هتبتدي، لو انا بتكلم هنا على $5 ال $10 بتختلف، الرقم بتاعها بيبتدي ان هو يختلف. خلينا هنا دلوقتي اقل مبلغ اللي هو $5 مثلا. هنا اول حاجه ابتدي اتداول بيها اللي هو 0.005، بعد كده اروح اتداول ب 0.012، بعد كده 0.031 لحد ما بتوصل ل 2.996. لازم الرقم اللي مكتوب هنا دوت هو اللي تبتدي تتداول بيه في الثمان مراحل. طيب اعرفه ازاي؟ هقول لك يا عزيزي، هنا كده تاخد سكرين شوت بالشكل دوت، بعد كده ترجع هنا على المنصه، بعد كده تتوجه على البيتكوين 28 لان احنا هناك فعليا اخترنا البيتكوين 28. هنا تبتدي تحدد الواحد دقيقه بالشكل دوت. هنا اول مبلغ هنبتدي نلعب بيه اللي هو 0.005 بالشكل دوت. بعد كده بتبتدي تحدد بيج وسمول. لو مش فاهم الكلام ده ارجع للفيديو اللي فات اللي هيظهر لك من حرف الاي من فوق من هنا، مش عارف بقى يظهر لك هنا ولا هنا، المهم ان هو يظهر لك حرف اي موجود فوق في الفيديو الخاص بالشرح اللي فات، وكمان هتبتدي تلاقيه في وصف الفيديو اللي هو الديسكربشن الفيديو اللي فات، ارجع له مهم جدا فيديو تفصيلي بالمره. بعد كده عزيزي كتبنا المبلغ، بعد كده بنبتدي نحدد من هنا هنختار بيج سمول او دي دي وهكذا. الحاجه بس انت بتحدد حاجه واحده من الحاجات دي، بعد كده بتقول له تداول وبتبتدي تتداول. خليني دلوقتي ان انا خسرت هبتدي اعمل ايه؟ فاحنا خدنا السكرين شوت، هبتدي اروح عليها بالشكل دوت. المبلغ اللي بعده اللي هو 0.012 هبتدي ارجع مره ثانيه هنا وابتدي اكتب هنا 0.012. خسرت ابتدي اتوجه للمبلغ اللي بعده اللي هو 0.031 هبتدي اكتبه في المكان دوت، ارجع ثاني. طبعا دي كلها لو حضرتك خسرت 0.031 وهكذا لحد ما بتوصل للمرحله الثامنه. طيب دلوقتي انا جيت مثلا عند 0.031 وانا حددت حاجه فعليا وطلعت عليها ما عملت تداول وكسبت فعليا، هل اروح اكمل على المبلغ اللي بعده؟ لا طبعا، هتبتدي ترجع تعيد الارقام من اول 0.05. يعني في حاله الخساره بتبتدي تنزل بالمبالغ لحد ما بتوصل للمرحله الثامنه، انما في حاله المكسب حضرتك بتبتدي ترجع تعيد الثمان مراحل من اول خالص. اعتقد الموضوع سهل وبسيط وما فيهوش اي حاجه مش مفهومه. بعد كده خلينا نرجع للرئيسيه مره ثانيه. بعد كده عزيزي عندنا هنا حاجه اسمها مبتدئ اللي هي عندك
ظاهره قدامك اللي عندها الورقه والقلم دي، هتبتدي تدوس عليها بالشكل دوت. بعد كده حضرتك عندك منصه باي تريدنج بتديك المفروض عموله على ايداعك الاول. يعني ايه؟ هنا المفروض بيقول لك لما بتعمل ايداع بتاخد عليه 10%. خلينا ندخل بالشكل دوت ونفهم الكلام ده. هنا بقول لك زي ما انت شايف فيرست تايم ريتشارج، لو حضرتك شحنت اكبر من او يساوي ال $10 بتبتدي تاخد 2% على المبلغ اللي حضرتك شحنت بيه. طيب لو انا دلوقتي حطيت اكبر من او يساوي ال 100 يو اس دي تي اللي هي ال $100 بتبتدي تاخد 4%، اكبر من او يساوي ال $500 6%، اكبر من او يساوي ال $1000 8%، اكبر من او يساوي ال $5000 بتاخد 10%. طبعا خليني اقول لك ان احنا مش هنوصل لاعلى من $10، فانت يفضل ما تضيفش $5، ضيف $10 مباشره في الحساب. بعد كده هتاخد 2% عليهم دي من المنصه. هنا زي ما حضرتك شايف بيقول لك هتاخد الكليم تاسك الخاصه بيك. ده بالنسبه كده لاول حاجه. هنا بقول لك تريد كويكلي اند جيت المفروض 15% بونص، هنا هنبتدي نضغط عليها. وهنا بقول لك فيرست تايم ريتشارج المفروض بقول لك لو اكبر من او يساوي 5%. طيب ايه الفرق بين الاثنين؟ هنا المفروض ايداعك الاول بتاخد عليه العموله، انما التداول الخاص بيك الاول بتبتدي تاخد عليه العموله اللي انا بكلمك عليها دلوقتي دي. جميل جدا، هتقول لي جميل جدا وعسل جدا. بعد كده خلينا نرجع ونبتدي. هنا بقول لك المفروض هنضغط عليها بالشكل دوت. هنا بقول لك برضو الفيرست تايم ريتشارج الخاصه بيك بتاخد نفس العمولات اللي هي اللي فاتت. معنى كده يا عزيزي ان ايداعك الاول والتداول على المنصه بتبتدي تاخد عليها المفروض بونص او هديه مقدمه من منصه باي تريدنج. جميل، هتقول لي جميل جدا. بعد كده خلينا نتوجه لجروب التليجرام الخاص بيهم الرسمي اللي هو ظاهر قدامك دوت. المفروض عندك باي تريدنج وعندك الايثيريوم لمده دقيقه اللي هم 60 ثانيه، وتحتها مباشره كده باي تريدنج البيتكوين لمده 60 ثانيه. وزي ما حضرتك شايف هنا عندك المفروض الكونتاكت اللي هو الادمن الخاص بمنصه باي تريدنج. فكل علينا يا عزيزي بالشكل دوت ان انا مثلا حابب اتداول على البيتكوين، حابب اتداول على الايثيريوم، هبتدي ادخل مجموعه الاشاره الخاصه بيها. انا هنا طبعا دخلت على البيتكوين بالشكل دوت. هنا الترانزاكشن تايب اللي هو 1 دقيقه، وبتبتدي عندك تلاقي الكرنت بريود اي دي الخاص بيك اللي هو دوت بتلاقيه موجود هناك. وهنا الريزولت الخاص بيها الاولانيه كانت وين، الثانيه كانت خساره لوز بالشكل دوت. هنا خلينا نبتدي نضغط عليها كده. بعد كده زي ما حضرتك شايف المفروض ان المجموعه دي لازم تعمل لها انضمام في الاول بالشكل دوت. خلاص انضميت ليها، بتبتدي هنا تضغط. بعد كده هنا كل اللي نازل بتلاقيها المفروض اللي هي التداول على الاشارات. هنا خليني اقول لك ممكن تتداول على 8 مراحل من خلال جروب الاشاره الخاص بالبيتكوين او الخاص بالايثيريوم، مفيش اي مشاكل عندنا. خليني بقى اوريك حاجه مهمه موجوده على الجروب الخاص بيهم. لو ضغطنا على الجروب الرسمي ورحنا على الوسايط بالشكل دوت وابتدينا ننزل هنا بالشكل ده، هنا زي ما حضرتك شايف بتلاقي المفروض ان دي كل المكسب اللي حصل على المنصه بالشكل دوت. زي ما حضرتك شايف هنا الناس اللي شغاله على ال3 خطوات او ال4 خطوات او ال8 خطوات وهكذا. هنا في 5 خطوات وفي ال3 وفي هكذا. الناس اللي شغاله شوف مكسبها في الاخر عامل ازاي. زي ما حضرتك شايف المفروض هنا زي ما حضرتك شايف موجود التوتال ومكتوب الوين الخساره قد ايه والمكسب قد ايه. وزي ما حضرتك شايف تقدر ان انت من هنا تتابع المفروض الجروب الخاص بيهم وتفهم هل الناس دي كسبت قد ايه، الناس دي كانت خسرت قد ايه. هنا زي ما حضرتك شايف ال8 مراحل المفروض هنا المكسب الخاص بيهم المفروض زي ما حضرتك شايف طلع في الاخر البروفيت او المكسب، وعندك النت بروفيت وعندك الريت اوف ريتير زي ما حضرتك شايف هنا كان 8.73 زي ما ظاهر قدامك كده بالظبط. والمعلومات اكتر ممكن حضرتك تبتدي تعمل السيرش الخاص بيك في الجروب الخاص بيهم. لحد الان اعتقد ان احنا شرحنا حاجات مهمه جدا. خليني بعد كده عزيزي المهم عندك هنا. بعد كده عندك هنا يوميا المفروض ان انت بينزل لك بونص زي ما احنا اتكلمنا من شويه اللي هو على ايداعك الاول. غير كده كمان ممكن تتواصل مع الدعم الخاص بيهم اللي موجود في الجروب بتاعهم. بعد كده يوميا بيبتدوا ينزلوا لك $1 $2 على حسب ما هم بيبتدوا يدوك. دي حاجه مقدمه كبونص من منصه باي تريدنج. ده بالنسبه للحاجه الاولانيه اللي احنا اتكلمنا عليها. نيجي بعد كده يا عزيزي بقى المفروض ان احنا نتداول على المنصه ونبتدي نسحب فلوس عشان نوزعها ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. بس قبل ما نروح نتداول اصلا خلينا نشوف مين اللي كسب معانا في الفيديو اللي فات. وطبعا انا مش هختار الفائز عشان ما نظلمش حد يا شباب، انا هخلي الموقع دوت هو اللي يختار الناس اللي فايزه من الكومنتات بتاعه الفيديو اللي فات. طبعا الفائز هياخد معانا 50 جنيه رصيد صافي لشبكه فودافون او اتصالات او اورنج. طبعا الفيديو ده برضه هيتوزع عليه جوائز. بعد كده انا جبت المفروض عنوان الفيديو اليو ار ال بتاعه. بعد كده اقول له ستارت بالشكل دوت. هنا طبعا ده الفيديو ممكن تتاكد منه ان حضراتكم عاملين تعليقات عليه. بعد كده هنا اقول له لود بالشكل دوت حمل لي بقى الكومنتات كلها. بعد كده زي ما حضرتك شايف ادي الفيديو والجيف اواي دي خاصه بمدرسه اشباح النت. بعد كده هنبتدي ننتظر لحظات لحد ما يعمل لودنج معانا عشان نعرف مين اللي كسب معانا في الفيديو. انا مش عايز اوقف الفيديو يا عزيزي عشان تشوف فعليا ان انا مش بتلاعب بنتيجه، كل حاجه ظاهره قدامك دلوقتي. جيف اواي باي ات بوسس نت سكول.
بعد كده هنا بقول لك الوينر هيكون واحد. جميل. بعد كده زي ما حضرتك شايف هبتدي انزل، بعد كده كل اللي علينا انا اقول له كونفيرم العمليه. بعد كده دي كل المفروض التعليقات الموجوده 11 تعليق. بعد كده اقول له ستارت. هنا هيبتدي يعد تايم زي ما حضرتك شايف. بعد كده ابتدي انتظر لحظات لحد ما خلاص يوصل للزيرو. خلاص على كده مبروك عليك، مبروك عليك يا الشبح في المدينه. كاتب لي الشبح في المدينه، مبروك انت الفايز معانا بالشكل دوت. هنا المفروض يا عزيزي هاخد سكرين شوت للراجل دوت بالشكل ده، وطبعا بتاكد من المعرف الخاص بيك من خلال ان انت بتبعت لي فيديو حوالي 10 ثواني وانت بتدخل على القناه الخاصه بيك. بعد كده حضرتك هتبتدي تتواصل معايا على معرف التليجرام اللي هيظهر لك دوت @xmrbust_VIP. بعد كده كل اللي عليك تتواصل معايا وهنبعت لك الجائزه الخاصه بيك. بعد كده كل اللي عليك ان احنا هناخد سكرين شوت منك اثبات بس ان احنا دفعنا لك الفلوس وهننزله على قناه التليجرام الخاصه بينا. بعد كده عزيزي خلينا نتداول بقى ونبتدي نشوف هنكسب فلوس قد ايه، عشان نبتدي بقى ان احنا نروح نسحب الفلوس الخاصه بينا ونشوف كالعاده هل فعلا هتوصلنا ولا لا. بعد كده انا دايما انت عارف اني بحب اتداول عليه، ما بحبش اتداول على البيتكوين لانه ارقام وانا من النوع الكسلان شويه، ما بحبش اوجع دماغي، فعشان كده اروح اتداول على الاثيريوم اللي هي الارقام، ودي بتكون حاجه كويسه جدا. هنا المفروض ان احنا محولين اللغه للغه العربيه، بس الافضل في التداول يا عزيزي ان انت تخلي اللغه عندك انجلش. خلينا احولها للغه الانجليزيه مره ثانيه. وبعد ما حولت اللغه للغه الانجليزيه بالشكل دوت انا مش هلعب على الثمان مراحل، انا بحب اتداول مني لنفسي كده، حتى لو خسرت الفلوس الخاصه بيا خلاص كده راحت عليا. انما حضرتك ما تخاطرش زيي ولا تاخد ريسك زيي، لان انا بحاول انهي الفيديو في شويه دقائق معدوده. بعد كده عزيزي هنا الماي اوردر الخاصه بينا هنا. طيب ال1 مينيت مفيش اي اوردر اتعمل. جميل النهارده يعني. بعد كده كل اللي علينا ان احنا هنروح فين على بيريود. خلينا نشوف بالشكل دوت الهيستوري الخاصه بينا. المفروض هنا كانت النتيجه 3 مرات احمر، مره اخضر، مره احمر، مرتين اخضر. هنبتدي نجيبها من تحت شويه. انا شايف هنا اللون الاحمر قد يكون اكتر شويه، فاللي هيحدد لنا النتيجه المفروض الجيم دوت. الجيم اللي فات برضه طلع اخضر. هنا بالشكل دوت كانت 3 احمر مره اخضر، مره احمر في 3 اخضر. وركز ان ال3 اخضر اللي طلعوا خرجوا نفس الرقم اللي هي 9 و9 و9 بالشكل دوت. دي حاجه غريبه جدا. بعد كده من هنا انا هحدد على اللون اللهنين. المفروض يا عزيزي ان انا مش عارف انا العب على اي جيم فيهم المره دي، فعشان كده المفروض ان انا مش هدخل الجيم دوت اصلا، بس لازم اشوف النتيجه الخاصه بيه واكون منتبه جدا للنتيجه اللي هتخرج، لان هي اللي هتحدد التداول بتاعي المره الجايه. ركز معايا. واحنا هنا وصلنا لاخر ثانيتين عندنا بالشكل دوت. خلينا نشوف النتيجه اللي هتخرج، هل هتخرج احمر ولا هتخرج اخضر. جميل جدا، طلعت باللون الاحمر بس بالعافيه. ركز هنا كانت بالعافيه ان هي تخرج على اللون الاحمر. جميل. هنا المفروض خلينا نشوف رصيد حسابي. معايا هنا بالشكل دوت 76 دولار في رصيد الحساب الخاص بيا. طيب المفروض دلوقتي بقى اللي انا هتداول، عايز اتداول بقى المفروض هل دلوقتي بقى اتداول على الاخضر ولا على الاحمر. هنا ابتدي من هنا. انا شايف ان اكتر الناس راحت على اللون الاحمر، خلينا اروح وراهم المره دي واقول له من هنا بالشكل دوت 5 دولار. بعد كده اقول له تريد وكونفيرم للتريد مره ثانيه. قال لك خلاص على كده سكسس اللي هو نجاح. هبتدي انتظر يا عزيزي اما عداد الوقت دوت يخلص. وهنا احنا وصلنا لاخر ثانيتين عندنا وهنشوف النتيجه. لو طلعت على اللون الاحمر فاحنا كسبنا الشكل دوت. طلعت على اللون الاخضر خلاص. طلعت على اللون الاحمر قال لك ايه كونجراتيوليشنز اون ويننج، مبروك عليا انا كسبت. رصيد حسابي اتحول ل 80 دولار و76 سنت. انا هنا مشيت ورا الناس اللي موجوده. هنا كده ظهرت مرتين احمر ورا بعض. هل الثالثه احمر واللي بعدها اخضر، ولا المفروض ان التوقع الخاص بينا هيختلف وهتخرج على اللون الاخضر؟ انا شايف هنا ان اكتر الناس برضو راحت على المفروض اللون الاحمر، وشايف في ناس كتيره بتهدف على البنفسجي اللي هو في النص عشان المبلغ الخاص بيهم ينضرب في 4.87. انا هروح للنص برضه بالشكل دوت، بس هنا هقول له بالشكل دوت 2 دولار. بعد كده مش هينفع نعمل تريد الجيم دوت لان المفروض عداد دلوقتي نزل، لان انت بتلعب على الواحد دقيقه اللي هي 60 ثانيه. على ما باجي اتكلم معاك اصلا المفروض ان النتيجه بلاقيها قربت ان هي تخرج. ما علينا من الكلام ده، خلينا نشوف النتيجه هتخرج فين. وفعليا لو كنت عملتها هنا على اللون البنفسجي كنا هنخسر برضه. جميل خالص لان هي جت على اللون الاحمر. جميل. هتقول لي جميل جدا وعسل جدا. هنا خلينا ننتظر نشوف الناس اللي هتروح فين بالشكل دوت. انا هنا ماشي ورا الناس زي ما حضرتك شايف. هنا المفروض بالشكل دوت 3 مرات احمر. الناس كلها المفروض ان هي هتروح على اللون الاخضر، ده المفروض ده طبيعي، بس انا شايف ان اكتر الناس هنا ما زالت بتروح على اللون الاحمر، ودي حاجه كويسه لان هم في اعتقادهم ان المره الرابعه تيجي على اللون الاحمر. فانا هنا بالشكل دوت خليني لا ده العدد زاد، بس انا هنا هروح برضه على البنفسجي. بعد كده من هنا اقول له 2 دولار، اقول له تريد وكونفيرم للتريد. خلاص على كده قال لي سكسس نجاح. مش عارف، حاسس كده احساس غريب ان هي تيجي المره دي على لون بنفسجي مع احمر بقى مع اخضر، مش هتفرق معانا، المهم اللي هي تيجي على لون البنفسجي. وخليني كده اقول لك ان اللون البنفسجي دوت بيحمل الرقم 0 والرقم 5 مع الالوان الثانيه الخاصه بيهم. جميل جدا. هتقول لي جميل جدا. هنا بالشكل دوت خلاص كانت المفروض هتقف على البنفسجي بس جت على اللون الاخضر، مش مشكله، احنا كده خسرنا 2 دولار. رصيد حسابنا رجع ل 78 دولار بالشكل دوت. هنا قعدت اعتقد بقى ان هي هتيجي اخضر تاني ولا المفروض ان هي هتيجي على الاحمر. خلينا نشوف. انا شايف ان في ناس هنا بتبتدي تلعب على حاجه معينه، اللي هو ماسك لون معين مش راضي يسيبه.
انت فاهم؟ يعني ماسك لون معين يفضل يلعب عليه. دلوقتي مثلا لعب بدولار 2، المره الثالثه اكيد هيجي على اللون دوت، يقوم معلي المبلغ، يقوم رايح واخد مبلغ اعلى، بيعوض عن الخساره وبيكسب مبلغ كبير. هنا بالشكل دوت انا تايه مش عارف هلعب فين، بس انا في اعتقادي ان هنا اللي هي ممكن تيجي على اللون الاحمر، فاقول له هنا بالشكل دوت 10 دولار. هنا خلاص مش هينفع ان انا اتداول، لان العدد دلوقتي نزل زي ما قلت لك. في الوقت اللي انا بتكلم معاك فيه مش بقدر ان انا اتداول، فخلينا اتداول بقى من غير ما نقعد نشرح حاجات كتيره. وهنا اخر ثانيتين عندنا، خلينا نشوف النتيجه هتخرج على اي لون. هنا طلعت على اللون الاخضر، وكويس ان انا ما لعبتش لان انا كنت اخسر 10 دولار. جميل جدا، هتقول لي جميل جدا وعسل جدا. التداول طبعا يا عزيزي سلاح ذو حدين، يا بتكسب مبلغ كبير يا بتبتدي تخسر راس مالك كله. فدايما حاول قبل ما تعمل اي تداول ان انت تبحث، تاخد خطواتك بناء على نفسك انت مش على حد تاني. التجربه بتختلف من شخص لشخص تاني خالص. بعد كده هنا خلينا محدد على اللون الاحمر زي ما انا، بعد كده اقول له 10 دولار برضه، واقول له تريد، وقلت له كونفير. خلاص على كده قال لك ايه؟ قال لي نجاح. هنا لو دخلنا على الماي اوردر الخاصه بيا، هنا المفروض يا عزيزي ان انا كسبت زي ما حضرتك شايف. اول مره ما كنت بلعب ب 5 دولار كسبت 9.75، بعد كده لعبت ب 2 دولار خسرتهم، بعد كده اخر حاجه اللي انا بلعب فيها ب 10 دولار. اما نشوف النتيجه الخاصه بيها تخرج ايه. هنا زي ما حضرتك شايف اخر ثانيتين برضه، خلينا نشوف النتيجه بتخرج احمر ولا هتيجي على الاخضر بالشكل دوت. قال لي مبروك ان انا كسبت فعليا، والمفروض المبلغ الخاص بيا اتحول ل 88 دولار. خلاص على كده المفروض ان احنا جبنا الفلوس اللي هنبتدي برضه ان احنا ناخدها لنفسنا جزء منها وبنطور بيها في المواقع والقنوات الخاصه بينا، وفي جزء منها بيخرج للناس المتابعين عندنا في القناه. بعد كده خلينا نروح على كلمه ماين بالشكل دوت، بعد كده هنضغط على كلمه ويزدرو اللي هو السحب بالشكل دوت، ودي المحفظه اللي كنا ساحبين عليها المره اللي فاتت. هنسحب قد ايه؟ هنقول له 20 دولار بالشكل دوت. بعد كده كل اللي علينا عزيز هننزل لتحت ونقول له ويزدرو. قال لك خلاص ان الويزدرو الخاصه بيك سكسس او نجاح. ممكن تتاكد من خلال اسيت ديتيلز من عندك من هنا ان انت دلوقتي سحبت 20 دولار. والعمليه هنا زي ما حضرتك شايف بروسيسنج. اول ما يتحول عندك البروسيسنج السكسسفولي خلاص على كده تبتدي الفلوس توصل لك، واحنا منتظرين السحب الخاص بينا ما يوصلنا على محفظه باينانس بتاعتنا. وبكده يكون السحب الخاص بينا وصلنا زي ما حضرتك شايف بروسيسنج سكسسفولي، تم بنجاح الدفع. ولو رجعنا على محفظه باينانس الخاصه بينا بالشكل دوت هنلاقي ان في 19 دولار من العملات الرقميه انضافوا للحساب الخاص بيا، وبالشكل دوت اصبحت العمليه مكتمله. فلحد هنا عزيزي بكون انتهيت. ما تنساش بقى تعمل الشروط، لايك للفيديو، تكتب كومنت تحت الفيديو دوت، تشارك الفيديو مع اصدقائك. ممكن تكون انت الكسبان معانا في الفيديو الجاي. اشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.